اهلا مساء استاذ مجدي، ازيك؟ اهلا بك يا فندم. طبعا احنا عارفين انكم عندكم اجتماعات متواصله، بس قول لنا كده عن تفاصيل حول هذا الاجتماع، اجتماع اللجنه العليا للقطن، خصوصا ان هذه القضيه كانت مثاره خلال الاسابيع الاخيره فيما يتعلق بزراعه القطن واستيراد القطن والصناعه، مصانع الغزل والنسيج. وهذه الصناعه هي من الصناعات التي كانت توصف بانها صناعه اساسيه في مصر وتدر دخل قومي على البلد. طبعا. الحقيقه كان اجتماع ضم كافه اطراف المعادله، بمعنى كان في بحضور سيد وزير التخطيط، سيد وزير الاستثمار، رئيس الشركه القابضه للصناعات النسيجيه، رئيس اتحاد عمال النسيج، طبعا السيد وزير الزراعه، والشخص الضعيف والسيد وزير المال. والحقيقه وصلنا الى نتائج اعتقد انها نتائج مرضيه للجميع كافه الاطراف. باختصار شديد جدا وضعنا حلول قصيره الاجل. هذه الحلول تبدا اولا باتخاذ الاجراءات اللازمه لدعم الفلاح لتصريف محصول القطن الحالي، بالاضافه الى الفضله للتصريف داخليا وخارجيا. ثم اتخاذ قرار السماح باستيراد الاقطان من الخارج اللازمه للصناعات النسيجيه في مصر، سواء كانت صناعات الغزل وما يتلوها من سلسله القيمه المختلفه، صناعه الاقمشه وصناعه الملابس الجاهزه. ثم اتفقنا على ضرورة تحديد المساحات المزروعة بالقطن في حدود الطلب المقدر على هذا القطن، سواء كان الطلب المحلي أو الطلب الخارجي بمعنى التصدير. هذا الإجراء إجراء مرحلي لحين تنفيذ الخطة متوسطة الأجل اللي هقول لك عنها. إنما أيضا يعني لازم ناخد في الاعتبار انه واحنا بنحدد مساحات المزروعه من القطن ان شاء الله نشجع زراعه الذره الصفراء في المساحات التي ستنخفض او ستخفض من زراعه القطن. زراعه الذره الصفراء اولا لخفض او لخفض واردات الذره الصفراء التي نستوردها، وللنهوض بالصناعات الداجنه او صناعه اللحوم البيضاء من الدول. في الاجل المتوسط الامل هو اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحسين خواص الاقطان طويله التيله، والحقيقه هذه المسؤوليه مسؤوليه ملقاه على البحوث الزراعيه، واعتقد ان هناك اقطان جديده او سلالات جديده لها تتميز بارتفاع الانتاجيه، تتميز بنقاء السلاله نفسها، وبالتحديد بنتكلم عن الجيزه 95. ده ندعو ودعينا اداره الارشاد الزراعي الى العمل لتحسين الانتاج وزياده الانتاجيه من خلال ارشاد المزارعين. ثالثا اتخاذ الاجراءات اللازمه لاستعاده سمعه القطن المصري من خلال اولا التسويق، من خلال تسجيل العلامه التجاريه للقطن المصري والدعايه له. ومع نجاح هذه السياسه سنتوسع مره اخرى في زراعه الاقطان طويله التيله، لانه هتواكب هذا التوسع سيواكب زيادة الطلب عليه. وأخيرا اتخذنا قرار زراعة أو التوسع في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة في سواء كان الصعيد أو المناطق الجديدة المستصلحة لسد حاجز الصناعات النسيجية من هذه الأقطان في مصر. يعني ده باختصار شديد جدا القرارات التي
وايضا قررنا انه نلتقي بالبحوث الزراعيه ومعهد البحوث الزراعيه خلال الايام القادمه لدراسه الابعاد الفنيه لبعض القرارات التي اتخذت سواء كان فيما يخص تحسين خواص الاقطان طويله التيله او التوسع في زراعه الاقطان متوسطه وقصيره التيله اللازمه للصناعه. يعني سيادة الوزير، هل الصناعة المصرية في هذا القطاع محتاجة الأقطان طويلة التيلة، ولا احنا هنخفض المساحة المزروعة منها؟ شوف، خليني أقول لك أن هناك يعني في معلومة يجب أن يعني تكون معروفة للجميع، وهو أنه الأقطان طويلة التيلة ليست بديلة للأقطان قصيرة التيلة. تمام. لأسباب اقتصادية ولأسباب فنية. فرق السعر ما بين القطن طويل التيرة والقطن قصير التيرة قد يصل إلى 600 جنيه في الطن، وهو فرق كبير جدا. في أسواق بتتنافس، سواء كنا بنتكلم عن الغزول أو الأقمشة أو الملابس الجاهزة، بتتنافس على السنت الواحد في الوحدة. النقطة الثانية إنه لازم تعرف إنه الاستهلاك العالمي في أسواق القطن بنسبة 98%، وفي الواقع عشان نكون دقيق 98.3% للأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، والأقطان طويلة التيلة محدودة في حدود 1.7 من الأسواق العالمية. ليه؟ لأنه حصل تغير كبير جدا، سواء كان في الأسواق أو في تكنولوجيا إنتاج النسيج في العالم. فالكل يعني لو تشوف تنظر حواليك ما يسمى الكاجوال وير، كل الجينز، التيشيرت، الملابس السبورت، كلها منتجة من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، وهي أقطان أرخص بكثير من الأقطان طويلة التيلة. نحن في حاجة إلى أيضا الحفاظ على نصيبنا من نصيب مصر من هذا السوق الضيق من الأسواق الطويلة، ولذلك نرتقي بمستوى إنتاجنا، لازم نرتقي بإنتاجية إنتاجنا وبالتالي بتكاليف هذا الإنتاج، وهو الإجراءات اللي لازم نتخذها، ولازم تتخذها إدارة البحوث الزراعية، ولازم تتخذها إدارة الإرشاد الزراعي، ولازم يتخذها الفلاح المصري لكي يرتقي بمستوى نقاء القطن المصري، يكون خالي من الشوائب، يكون خالي من ما يسمى الغريبة اللي هي بتتخلل كثيرا ما تتخلل القطن المصري. سيادة الوزير، هل ده معناه انه السياسة اللي فيها تنسيق او سياسة مشتركة بين كل الوزارات المعنية بالامر هتجنبنا حدوث ازمات مع الفلاح المصري المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمخزون القطن؟ الفلاح المصري هو همنا الاول. مخزون القطن سيتخذ كافة الإجراءات لتصريفه ولكي يحصل الفلاح على السعر الذي يحقق له الربح العادل من زراعته. إنما أنا أحب أقول حاجة عشان نكون واضحين جدا. إحنا بقالنا 20 سنة بنواجه كل نفس المشكلة، هي مشكلة الفاضلة. يعني إيه مشكلة الفاضلة؟ يعني إنه بعد ما نوفر احتياجات المصانع من الأقطان طويلة التيلة، وبعد ما نوفر احتياجات أسواق التصدير من الأقطان طويلة التيلة التي ننتجها، هناك فضلة، أي ننتج ما هو أكثر من الطلب، ونواجه بهذه المشكلة. لما الناس بتقول لازم نحافظ على حق الفلاح وعلى مصلحة الفلاح، أنا أول من أؤيد ذلك. إنما حق الفلاح ومصلحة الفلاح أن ينتج سلعة تصرف وتسوق بسهولة، مش إنه ننتج سلعة زراعية صعبة التسويق أو صعبة البيع. للأسف نتيجة لتغير الأسواق، نتيجة لانخفاض جودة القطن طويل التيلة المصري لأسباب كثيرة جدا ممكن أخوض فيها، الطلب على القطن طويل التيلة المصري انخفض إلى حدود أقل من المساحات أو الإنتاج الذي يتحقق من المساحات المزروعة. فالفكرة إن احنا ننتج
مثل أقطان ما هو مطلوب